أثار نبأ وفاة نجل شقيقة الفنان أحمد مكي حالة من الحزن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعلن الفنان أحمد مكي على حسابه الرسمي على الفيسبوك وفاة نجل شقيقته أيمن عبد الله في منشور مؤثر طلب فيه من الجمهور الدعاء للراحل بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان. وتفاعل عدد كبير من نجوم الفن مع منشور أحمد مكي، وكتب الفنان أحمد مكي في منشور على حسابه معلنا نبأ الوفاة وقال: اللهم ارحم ابن أختي عزة أيمن عبد الله وأدخله فسيح جناتك وسامحه وأحسن إليه، نسألكم الدعاء للمتوفى بالرحمة والمغفرة ولنا بالصبر. وجاء هذا النبأ الحزين بعد فترة قصيرة من وفاة والدة الفنان أحمد مكي، والتي أثرت بشكل بالغ على حالته النفسية ودفعته للدخول في نوبة من الحزن والاكتئاب والعزلة عن العالم، حتى أنه لم يقيم لها جنازة أو عزاء، وقرر الاحتفاظ بحزنه لنفسه وأن يمر بتلك الفترة بعيداً عن الأضواء. كما نعته أيضاً شقيقة الفنان أحمد مكي الفنانة إيناس مكي، وكتبت على حسابها على إنستجرام: الدعاء والفاتحة لابن أختي أيمن، ربنا يصبر قلبك يا أختي على الوجع ده وتقدري تتحملي هذا القضاء والقدر، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ابن شقيقة أحمد مكي اسمه أيمن عبد الله دسولي، يبلغ من العمر 28 عام، يعمل مهندساً وتوفاه الله أثناء وجوده في فرنسا. والدته تسمى عزة مكي ولا تعمل في الوسط الفني، خالته الفنانة إيناس مكي. ومن المقرر أن تكشف الأسرة عن تفاصيل وموعد ومكان الجنازة خلال الساعات القليلة المقبلة، والتي من المتوقع أن يحرص على حضورها كوكبة من نجوم الفن لمساندة الفنان أحمد مكي في أزمته، خاصة الذين حرصوا على نعي الراحل وتوجيه كلمات الدعم له عبر مواقع التواصل. ومن المقرر أن تعلن الأسرة عن موعد استقبال العزاء.